الفيديوهات اللي فاتت انا كنت اتكلمت كتير عن حته ان المناسب ليك مش مناسب لغيرك، يعني انت بقالك فيديوهين بتسمع البقين دول. تعال بقى النهارده تفهم معناهم وتعرف ازاي لما تيجي تختار اللاب بتاعك تختاره فعلا مناسب لاستخدامك. لان بشوف ناس كتير بتشتري لابات، اوقات كمان بتكون لابات قويه جدا ولكن بتترازى في الاستخدام. انت متخيل انت ممكن تروح تشتري لاب غالي وقوي ومش مفيد ليك، يكون بيرازيك، انت مش مرتاح معاه اصلا. ليه؟ لانه مش ليك. تعال نشوف الموضوع ده. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، حط لي كومنت كده صبح ولا مسي، ويلا بينا. بقلب كده ساعات على الفيس، او يعني بتجيلي كومنتات مثلا على اليوتيوب على اي فيديو من الفيديوهات، الاقي واحد كاتب مثلا: يا جماعه رشحوا لي لابتوب فرنج 40,000 جنيه، 50,000 جنيه، رشحوا لي لابتوب فرنج $800، $1000، ايا كان. وادخل الاقي الناس في الكومنتات بتجاوب عليه من قبل ما تعرف استخدامه اصلا. ده ما ينفعش. ليه بقى؟ الاقي واحد مثلا مجاوب عليه يقول له على موديل معين، هو لاب من فئه الجيمنج او لاب من فئه الشغل التقيل، والراجل اصلا هو هيستخدمه شغل مكتبي. اللي هو ليه يا حبيبي؟ ساعات يجي واحد تاني يبقى هو اصلا عايز لاب جيمنج. طبعا جيمنج دي هي تبسيط مخل، يعني انا معترض اصلا على كلمه جيمنج اللي بتتحط مع اللابات، ولكن خلينا نمشيها دلوقتي لحد ما هندخل في التفاصيل. يبقى واحد عايز لاب مثلا من اللابات اللي هي ادائها عالي، وفي نفس الوقت واحد تاني مرشح له لاب للاعمال المكتبيه. تعرف منين ان اللاب ده مناسب ليك ولا لا؟ في اكتر من حاجه بتحكم الموضوع ده، خلينا ندخل فيهم واحده واحده. اولا بسم الله الرحمن الرحيم كده، اول حاجه انت لازم تحدد انت هتستخدم اللاب ده في ايه. دي اهم حاجه، تحدد اللاب هتستخدمه في ايه، تحدد ميزانيتك. ولما حد يجاوبك على ترشيح معين، يعني انت طلبت مساعده من حد والحد ده رشح لك لاب وهو ما يعرفش استخدامك، ارجوك ما تسمعش الترشيحات دي، ما تسمعش كلام من حد. هنمسك اول نوع، واللي هو هيشتغل شغل خفيف ويهمه ان البطاريه تكمل معاه اليوم. النوع ده يعني ما ينفعش يجيب لابتوب فيه كارت شاشه خارجي، ما ينفعش يجيب لابتوب فيه بروسيسور من فئه الاتش او فئه الاتش اكس، ما ينفعش. ما انت عشان تلاقي اللابتوب فيه بروسيسور من فئه الاتش فانت هيكون معاه كارت شاشه خارجي. ولكن في لابات بيزنس، في لابات بتكون مناسبه ليك بيكون فيها كارت شاشه خارجي من فئه ام اكس، هي بتبقى كروت ملهاش لازمه بس موجوده. خلينا ندخل في الموضوع. انت كواحد عايز لاب للاعمال المكتبيه، بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت هتدور على لاب من فئه اليو. يعني المعالج يكون مثلا كور اي 7، ايا كان الرقم ايا كان الجيل، طبعا ده زي ما انت عرفت في الفيديو اللي فات. وبعد كده بيبقى مكتوب حرف رمز، الحرف ده هو بالنسبه لك انت لازم يكون يو. تعال انت بقى بص على الناس اللي كانت بترشح لك تقول لك ابعد عن اليو، مع انه هو ده اصلا المناسب ليك. انت لو جبت غيره انت هتترازى، انت مش هتبقى مرتاح، انت بطاريتك مش هتقعد معاك اكتر من ساعه لو انت جبت حاجه تانية. فانت كواحد عايز شغل مكتبي، عايز طالب مثلا، عايز تشتغل وورد واكسل وحاجات زي كده، فوتوشوب ومونتاج على خفيف، الحاجات اللي زي دي، انت يهمك البطاريه اكتر بكتير من فكره الاداء. لان خلي بالك الاداء بتاعك مش هيكون وحش برضه، يعني المعالجات اللي من فئه يو هي بتديك اداء اعلى لما بتوصلها على الشاحن. كده كده كل اللابات بتاخد فيها اداء اعلى لما توصلها على الشاحن، بخلاف الماك بوك. انا دلوقتي مش بتكلم عن الماك بوك، انا بتكلم عن اللابات الويندوز عادي. فانت كواحد بيشتغل اعمال مكتبيه خد معالج من فئه اليو، وما تهتمش بوجود كارت شاشه خارجي، ويا ريت ما يكونش فيه كارت شاشه خارجي اصلا، لان ده هيرفع معاك السعر اونطه. وغالبا هتلاقي المعالج اللي من فئه اليو مع كارت شاشه ام اكس، كارت شاشه يعني ملوش لازمه. يا اما هتلاقي كروت اللي هي مثلا ار تي اكس 5050 او 3050، برضه انت مش هتستخدمه في حاجه، هو هيساعدك شويه لو انت هتشتغل شويه جرافيك على خفيف، ولكن بالنسبه لك مش ضروري. فانت تقدر ان انت تقتصد بالسعر زي ما انت عايز، لان انت كده كده الاداء ده مش هيبقى فارق معاك. حاجه كمان، مش لازم تجيب رامات اعلى من 16 جيجا. انت كواحد يعني المعالج بتاعه يو شغله خفيف، عايز لاب يقعد معاه، يعني البطاريه تقعد معاه اليوم كله، فمش هتفرق معاك قوي الرام، لان كده كده انت شغلك عليه هيكون خفيف. فالرام مش مهم ان هي تكون كبيره، 8 جيجا 16 جيجا هتكون بالنسبه لك كافيه جدا. وممكن كمان 4 جيجا لو انت شغلك تصفح واوفيس وانتهينا على كده، 4 جيجا هتكون كويسه بالنسبه لك. فانت مش محتاج ان انت تستثمر قوي. طيب الناس اللي هي بتشتغل الشغل المكتبي اللي هي عايزه لاب من فئه البيزنس،
اللابات اللي بتكون من فئه البيزنس هي بتكون لابات خامات تصنيع حلوه، شاشه حلوه، ومواصفات قليله. اللابات دي هي موجهه للناس دي، اللي هو خامات كويسه، شاشه جميله، وبطاريه بتقعد معاك وقت طويل، واوقات بيكون في احجام صغيره. اللابات البيزنس بتلاقي منها 14 انش و13 و3 والاحجام الصغيره دي. انا شخصيا بحب ال 14 انش، يعني بحبه اكتر بكتير من الشاشات الكبيره. ده أنا بتكلم عن اللابات البيزنس، لكن لابات الشغل التقيل هنتكلم فيها كمان شويه. فانت بالنسبه لك ممكن تلاقي لاب بيزنس اللي هو اللابات اللي زي اللي بقولك عليها دي بسعر مثلا 50 و60 و70 و100 الف جنيه كمان. تلاقي واحد تاني يقول لك لا ده لاب اداء وحش، انت ليه تدفع الرقم ده؟ عايز اقول لك ان انت يعني انت ممكن ما تدفعش الرقم ده، انت مش محتاج تدفع الرقم ده خالص، لان انت مش هتستفيد بيه في اي حاجه، ولكن هتستفيد بيه في خامات تصنيع رفاهيه زياده. يعني انت هتستفيد بالشياكه بقى، هتستفيد بشاشه اوليد، هتستفيد ببطاريه احسن، هتستفيد بمعالج بيوفر في الطاقه اكتر، شاشه تاتش، الحاجات اللي زي دي. لو الحاجات دي بالنسبه لك حلوه تمام، توكل على الله. ففئه السعر اللي انت هتحددها مهم معاها ان انت تحدد برضو استخدامك هيكون ايه، لان انت ممكن في نفس فئه السعر 50,000 جنيه مثلا تجيب لاب بزنس او تجيب لاب اداؤه عالي، لاب هاي بيرفورمانس. ده ممكن يرازيك وده ممكن يرازيك على حسب استخدامك. ندخل بقى على الفئه الثانيه، الفئه اللي هي جايبه اللاب عشان تشتغل شغل مونتاج تقيل، او ان هي تلعب عليه، او ان هي تعمل شغل 3 دي، ايا كان اللي هي هتعمله. بالمناسبه اللابات البيزنس انت ممكن تستخدمه في شويه برمجه عادي، يعني البرمجه برضو ما بتحتاجش كارت شاشه، ما بتحتاجش الكلام ده، على خفيف. حط على خفيف دي على جنب، حطها في الاعتبار برضو يعني. نيجي بقى لللابات اللي هي ادائها عالي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت تنسى حاجه اسمها بطاريه، يعني مبدئيا انت هتمشي معلق الشاحن على كتفك. في بعض اللابات مؤخرا بقت بتنزل من اي ام دي، الرايزن 9 الاي اي اتش اكس، يعني معالج محترم بصراحه. هو بينزل لوحده ساعات من غير كارت شاشه معاه، بس معالج محترم، ده الوحيد اللي انت ممكن تاخد معاه اداء عالي وبطاريه كويسه. في عندك اللابات برضو اللي بتديك بطاريه كويسه مع معالجات محترمه، اللابات بتاعت اللي هي الماك بتاعت ابل. بس مش كل الناس هترتاح في الماك، والناس اللي بتشتغل على برامج زي الاوتوكاد والبرامج اللي هي الهندسيه مش هتلاقيها على الماك. ف يعني الماك هو تقدر تقول كده مخصص اكتر للناس صناع المحتوى، للناس اللي بتشتغل جرافيك والحاجات اللي هي ايه، فوتوشوب بقى، بريمير، افتر افكت، دافنشي، فاينل كات، بلندر، البرامج اللي زي دي. الماك بالنسبه لك هيكون تحفه، هيكون بطاريه كويسه واداء محترم والدنيا جميله، ومش اداء محترم قوي برضو حسب فئه المعالج اللي انت جايبها يعني. بس مش هدخل دلوقتي في قصص الماك، ممكن نبقى نعمل للماك ده فيديو منفصل. خلينا نرجع لللابات الويندوز بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت اللاب بتاعك لازم يكون اتش او اتش اكس، ابعد عن اليو. اليو بالنسبه لك مش هينفع. ينفع لو شغلك متوسط او ضعيف، شغلك متوسط او خفيف ممكن يمشي معاك الدنيا، وهتلاقي سعره ارخص شويه من اللابات اللي من فئه الاتش. ولكن انت لازم تدور على لاب من فئه الاتش، وزي ما قلت لك تنسى البطاريه خالص. اي لاب فيه بروسيسور من فئه الاتش البطاريه بتاعته مش موجوده. اهم حاجه برضو هتدور عليها وهي كارت الشاشه. كارت الشاشه يعني ار تي اكس 3050 لو انت ميزانيتك ضعيفه قوي، او 50 50، 40 60، 50 60، 50 70، يعني دي الفئه المتوسطه اللي انت تقدر تتكلم فيها. ولكن مهم عندك كارت الشاشه، ويعني مهم ان هو يكون ار تي اكس. انا بتكلم في الوقت الحالي، لان جي تي اكس ده اعرف ان هو كان لاب قديم ومركون، فمهم بالنسبه لك ان هو يكون ار تي اكس. في لابات كتير منتشره بشوفها الايام دي ار تي اكس 2050. يعني اللاب بصراحه ما وقعش تحت ايدي لاب قبل كده 2050، يعني ما اقدرش اقول لك اداء الكارت الفعلي ايه، ولكن هي لابات منتشره واسعارها رخيصه. هيكون بالنسبه لك احسن بكتير من لو خدت حاجه جي تي اكس مثلا 1660 او حاجه. انت كواحد برضو هيشتغل شغل تقيل على اللاب، اهتم بالرامات، واهتم ان هي ما تكونش ملحومه على البورده، وتكون قطعه واحده مش قطعتين. مثلا لاب راماته 16 جيجا، فال 16 جيجا دي ما تلزمكش لو انت بتشتغل مونتاج او افتر افكت او بلندر مثلا، فانت 16 جيجا دي مش كفايه ليك، فهتحتاج ان انت تخليها 32. لو انت اللاب بتاعك سلوت واحد هتضطر انك ترمي الرامه وتشتري رامه تانية. طب لو اللاب بتاعك سلوتين والرامات ال 16 دي مقسومه على 8، برضه مشكله. انت هتترازى بواحده، في واحده انت هتفكها ترميها ولا تبيعها ولا تشوف هتعمل فيها ايه، تضطر ان انت تشتري واحده تانية عليها. فيفضل وانت بتشتري لاب اداؤه عالي ان انت تشتري الرامه تكون قطعه واحده وفي سلوت تاني فاضي، كده انت هتبقى مرتاح وقادر ان انت
تطور في اللاب بتاعك. حاجه كمان برضو ممكن تبص عليها وهي عدد منافذ الام في ام اي. في لابات بيبقى فيها اكتر من منفذين ام في ام اي. شوف الموضوع ده هيكون مفيد ليك برضو في قابليه التطوير، لان انت كواحد بيشتغل شغل تقيل مونتاج وكلام زي كده هيحتاج مساحات التخزين، ولكن يعني هي مش حاجه اساسيه قوي، مش حاجه جوهريه. الحاجه الجوهريه هي المعالج، كارت الشاشه، والرام. دول اللي تركز عليهم، وتركز عليهم بالشكل اللي انا قلت لك عليه ده. هتقول لي طيب اشتري ايه برضو ولا اعمل ايه؟ هقول لك سيب لي في الكومنتات الميزانيه بتاعتك واستخدامك، وانا هقول لك تشتري ايه. يعني الكومنتات اللي هتتحط على الفيديو ده انا هجمعها كده في فيديو، وهقول بقى يعني هجاوب على كل كومنت، هرشح له لاب يروح يشتريه. في حاجه بقى الناس يعني بتتغافل عنها وهي الشاشه. انا بالنسبه لي بتبقى اهم حاجه في اللاب الشاشه، لان دي الحاجه اللي عيني شايفاها 24 ساعه. فما تروحش تشتري لابتوب بمواصفات عاليه والشاشه بتاعته تعبانه. انا كاحمد ما برتاحش، واظن ان انت كمان مش هترتاح، واللي هو غالبا هيكون اخرك، يعني اخر فلوس تقدر تدفعها في لابتوب. فاهتم ان الشاشه تكون كويسه، وكويسه دي بتحمل معنيين. المعنى الاولاني وهو البانل المستخدمه في الشاشه نفسها، سواء كانت في اي، اي بي اس، اوليد. في اي دي ارميها في الزباله. الشاشات الفي اي بيقدر ان هو يحط لك فيها تردد عالي، يعني تلاقيه مثلا حاطط لك 200 هرتز، 400 هرتز، 500 هرتز، وارقام كده كبيره. دي بيقدر يحطها بسهوله في الفي اي. ليه؟ طبيعه عمل الفي اي لو عايز تفهمها تقنيا ممكن ابقى اتكلم عليها، يعني قولوا لي في الكومنتات لو عايزين نتكلم عن الحاجات دي، قولوا لي. مش عايزين، انا بحس ان الفيديوهات دي انا هعملها ما حدش هيسمعها، عشان كده انا بتكلم يعني بالشكل المبسط وبشكل عام. فلو انت عايز تفهم التفاصيل قوي دي سيب لي في الكومنتات وهعمل لك الفيديوهات اللي انت عايزها. فما تنساش تعمل الموضوع ده، حط لي كومنت. خلينا نكمل كلامنا عن الشاشات. الاي بي اس ممتاز طبعا في الفئه المتوسطه، والاوليد في الفئه العاليه. الاوليد يعني لا يقارن، شاشات الاوليد لا تقارن باي شاشه تانية عشان تبقى فاهم يعني، ولكن عيوبها كتير، وعيوبها انا كنت شرحتها في فيديو قبل كده، يبقى روح اتفرج عليه. فالشاشه هتبص على نوع البانل، وهتبص على التردد لو انت واحد جايب اللاب عشان تلعب عليه. لو واحد جايب اللاب عشان شغل مونتاج، يعني عندك مثلا ايسوس برو ارت، اللاب الاخير مش فاكر الموديل بتاعه بالظبط، هبقى اسيبه لكم دلوقتي هيظهر جنبي هنا. اللاب ده تحفه، اللاب ده عظيم بكل المقاييس، مع ان الشاشه بتاعته 60 هرتز. ليه؟ لانه مش موجه اصلا للجيمنج، يعني هو مش موجه للناس اللي بتلعب، هو موجه لصناع المحتوى. فئه برو ارت دي كلها موجهه لصناع المحتوى والمبدعين، ولكن لو انت واحد هتلعب وتشتغل فخلي بالك من موضوع تردد الشاشه ده، اهتم ان هو يكون 144 هرتز. اكتر من كده يعني مش هيفرق معاك قوي، لان اكتر من كده انت ممكن تلاقي نفسك رحت البانل في اي، خصوصا في الفئه الاقتصاديه او الفئه المتوسطه يعني. فاهتم بالنوع ده عشان تلبسش في حيطه وتلاقي الشاشه يعني انت مش قادر تستحملها. انا جبت لاب على فكره قبل كده، اللاب كان رايزن 7، كان الجيل الرابع. الكلام ده كان من فتره، من حوالي 5 سنين او 4 سنين. كان رايزن 7 وكان فيه كارت شاشه خارجي وبتاع، انا مش فاكر مواصفاته حتى. كان اللاب تحفه وكان سعره لقطه، يعني اياميها كان سعره مش عارف عامل $300 حاجه زي كده. فجبته، انا مش قادر استخدمه من كتر ما الشاشه بتاعته سيئه. سيئه بالنسبه لي، لان انا كواحد بشتغل على الوان وحاجات زي كده، انا عيني بتشوف الالوان بتاعت الشاشه بتتعصب، انا بتعصب لما بشوف شاشه الوانها مش حلوه. اهتم بالموضوع ده. وحاجه كمان برضو ممكن تبص عليها وهي دقه الشاشه، يا ترى هي فول اتش دي ولا 2K؟ لو سمعت الشاشه اتش دي، اوعى اوعى خد بعضك واجري، اوعى. اتمنى يكون الفيديو فادك، ولو استفدت اي حاجه ما تنساش تسيب لي كومنت. ما تنساش برضو تقول لي ايه الفيديوهات اللي انت عايزها، عشان لو لقيت كومنتات كتير مهتمه تعرف التفاصيل ابتدي اعمل لكم فيديوهات بالتفاصيل دي. زي ما قلت لكم انا بحاول ابسط الموضوع على قد ما اقدر، عشان عارف انه ممكن يعني التفاصيل دي ما تهمش ناس كتير. فلو تهمك سيبها لي في الكومنتات. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي.